بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي متابعي مطبخ الهوانم مع طنط نهلة. القرص اللي قدامكم دي حلوة طرية وفي نفس الوقت هشة وريحتها جميلة ومكوناتها بسيطة، وهنعملها برضو بطريقة بسيطة بنحبها في الشتاء وكمان في الصيف. المكونات عبارة عن 5 كوبايات دقيق منخولين وعليهم نص معلقة ملح ناعم صغيرة، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة، معلقة شمر وينسون مجروش مش ناعم ولا سليم، ومعلقتين سمسم كبار زي بنفس معلقة الشمر واليانسون، سمسم نص تحميصة. دلوقتي دي المواد الجافة. المواد السائلة عبارة عن كوباية مية دافية، نص كوباية حليب دافي برضو، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية أو كيس، هو الكيس مقدار المعلقة الكبيرة، ومعلقتين سكر كبار أو ربع كوباية سكر. بنقلب المكونات الجافة وبنجيب كوباية زبدة سايلة مش سخنة أو سمن، أي سمن عندك، وعليهم نص كوباية زيت. الزيت بيدي هشاشة وريحة حلوة ساعة التسوية. دلوقتي بنلم العجين بالمواد الدهنية، نلم ونخدم العجينة كويس وبعدين نبسها زي حاجة العيد كده، كل سنة وانتم طيبين. وبعد كده هنضيف المواد السائلة. اشتغلت طبعا الخميرة، بنلم العجينة وبنخدمها كويس. كل ما تخدمي العجينة تديكي نتيجة أفضل يا حبيبة قلبي. وبعدين بنغطيها. أنا غطيتها بستريتش عشان أراقبها، لأن أنا مش عايزاها كاملة الخمر، يعني يا دوب نص تخمير. وبعدين بلمها كده، بجيب الصينية اللي هخبز فيها أو الصواني، بدهنها كده فرشة زيت خفيفة، وبقطع قطعة قد حجم البيضة، ببطها حاجة بسيطة وأغطيها وأسيبها لما تاخد حجمها. وبعد كده ببططها برضو حاجة بسيطة زي ما احنا شايفين في الصينية، وبعملها بالشوكة كده شوكتين أو 3. بتدخل فرن بعد كده بعد ما بترتاح شوية 10 دقايق ربع ساعة بالكتير، بتدخل فرن سابق التسخين على درجة 200 أو 240. الخبز بيحتاج درجة عالية زي ما احنا شايفين، طرية وهشة وطعمها تحفة مع الشاي، مع النسكافيه، في الصيف مع أي مشروب. المقدار ده اداني ما شاء الله 34 قرص حلو من اللي انتوا شايفينه، جميل جدا. شير ولايك وتفعيل الجرس واشتراك في القناة يا حبايب قلبي، وقولوا لي بتكلموني من أي بلد.